حل الأسئلة اللي على كورس البايثون على موقع جمالتك. نروح مع بعض على موقع جمالتك، لازم تكون عامل ساين اب علشان نفتح معاك الملفات. هنحل السؤال رقم 2 فين بقى؟ في lesson 3 exercise 3 سؤال رقم 2. تمام، هنا بيقول لك ايه بقى؟ اكتب برنامج لإسناد القيمة العشرية 5.5 للمتغير بلس 1، ثم اطبع قيمتها ونوع بياناتها. احنا عرفنا من المرة اللي فاتت ان احنا مش لازم نحدد نوع بيانات المتغير، ولكن احنا بنديله القيمة وهو اوتوماتيك بيحدد نوع البيانات. احنا النهاردة بقى عايزين نطبع نوع البيانات للقيمة اللي احنا هنديها للمتغير ده. تمام، تعال نحل بقى السؤال ده على موقع بروجرامز. اول حاجة واحدة واحدة كده علشان السؤال ما يوسعش مننا او ما يكبرش مننا، هنشوف نقطة نقطة ونبدأ نحلها. اول حاجة عايزين نحدث متغير نديله قيمة 5.5، فنحدث متغير هنقول place 1 ده بيساوي 5.5. طيب بعدين عايزين نطبع القيمة دي، بعدين نطبع النوع بتاعها. طيب احنا علشان نطبع قيمة في متغير بنستخدم أمر print، بعدين نفتح قوسين، بعدين نكتب الحاجة اللي احنا عايزين نطبعها اللي هي ايه؟ اللي هي المتغير اللي انا اديته قيمة 5.5. فهكتب هنا اطبع لي place 1. طيب بعدين عايز بقى الحل النقطة الأخيرة في السؤال اللي هي نوع البيانات اللي أنا كتبتها دي. أنا عارف إن البيانات دي من نوع float أو من نوع double، زي ما احنا أخدنا في السي والسي بلس بلس لو أنت درستهم. فأنا هنا مش محدد نوع متغير هو float ولا double، أنا مديله القيمة على طول. طب أنا عايز أعرف بقى النوع القيمة اللي أنا دخلتها دي هيكون إزاي. عايز أطبع النوع ده، فهستخدم أمر طباعة عادي. أكتب print، بعدين نفتح القوسين، بعدين جوه البرنت اكتب ايه بقى؟ بستخدم فانكشن مخصصة ان هي بتقدر تبين لي نوع المتغير اللي انا اديته القيمة. فجوه البرنت انا هستخدم الفانكشن دي علشان اطبع القيمة. الفانكشن دي اسمها type، بعدين افتح القوسين واقول له بقى ايه نوع المتغير اللي انا عايز اعرفه. اسمه ايه المتغير ده؟ اللي اسمه البليس 1. طيب انا كده المفروض ان حل السؤال خلص. طيب عايزين نتأكد بقى ان هو خلص. قبل ما ندوس ران تعالى نتريس الكود مع بعض، نقدر نشوف النتيجة اللي هتطلع من الكود قبل ما ندوس ران. فأول حاجة عندي هنا أنا حاجز متغير حاطط فيه قيمة 5.5، وبعدين عملت أمر طباعة للمتغير ده، فهو هنا المفروض هيطبع 5.5. طب بعدين بقى في أمر طباعة تاني، في إيه بقى؟ في التايب place 1. يبقى أنا هنا هطبع أول حاجة ال 5.5، بعدين تاني حاجة هطبع النوع بتاع المتغير اللي أنا استخدمته. فندوس ران المفروض هنا يطبع لي ال 5.5، بعدين يطبع لي نوع المتغير اللي أنا استخدمته. في مشكلة هنا في فانكشن مكتوبة بطريقة مختلفة. طب بصينا كده على الكود واحدة واحدة، هلاقي هنا ال place 1 دي معمولة تمام من نوع المتغير ده print. هو هنا في مشكلة، دي مكتوبة غلط، علشان كده هو بيقول لك هنا name plus 1 is not defined، يعني مش موجود اصلا الحاجة اللي انا هطبعها دي. يعني المفروض كده لو انا عايز اطبع الحاجة دي بحطها بين دبل كونديشن اللي هي كده علشان تقدر تطبع. اجي عند كلمة كده احطها بين دبل كونديشن، هو في الحالة دي هيطبعها مش هيكون فيها مشاكل، ولكن هيطبع الاسم نفسه. انما انا عايز القيمة، فهاجي عند القيمة كده واكتب اسم المتغير بطريقة صحيحة اللي هي place 1 كده. تمام، مفيش مشكلة، هيطبع معايا ال 5.5 بعدين نوع المتغير اللي انا استخدمته. فعلا طبع ال 5.5، بعدين عمل ايه بقى؟ كلاس الفلوت. فلوت ده بقى نوع المتغير اللي انا حاجزه، زي ما قلت لك ان هو ممكن يكون دبل ممكن يكون فلوت. هو استخدم النوع ده اللي هو النوع فلوت كده. انا ممكن بقى هنا لو كتبت في الاول فلوت كأني بالضبط بقول له نوع المتغير اللي انت اخدته ده ينفع ياخد ارقام وبعدها رقم عشري تاني قبل ما انا استخدم الانت. كده هو رقم فقط، رقم واحد
5 اللي هو int لو طبعت هيطبع لي برضه المشكلة، لأن مفيش حاجة اسمها مثلًا الint. أنت بتستخدم لغة بايثون فلازم تشتغل بالقواعد والsyntax الموجودة في اللغة. أنت ما بتحجزش المتغير مثلًا بتدّي له 5.5 وبعدين بتحدد نوع المتغير ده علشان تطبعه، فبيقول لك تمام أنت هنا في مشكلة place 1. بصراحة كده هنلاقي إن هو ما فيهوش مشكلة، يعني في حاجة هنا لأ ما فيش. طب ندوس run كمان نشتغل معانا. تمام، ده كان الحل بتاعي. لو عندك حل مختلف ممكن تسيبه في الcomment.